في 17 يونيو 2025 إسرائيل بتضرب إيران لليوم الخامس على توالي. ترامب بيسيب قمة الجي 7 بشكل مفاجئ وبيرجع واشنطن بسرعة. العالم كله واقف ومستني الحرب العالمية الثالثة. الغريب إن كل قرار وكل تهديد وكل كلمة ترامب بيقولها النهاردة هي مكتوبة حرفيا من 38 سنة. وإزاي كتاب النهاردة The Art of Deal هو الكتاب والدستور اللي بيحكم العالم النهاردة. خليني أقول لك، لما قال إن إيران لازم توافق على الصفقة اللي أنا عرضتها وهدد إنه هيضرب أماكن محدش كان متخيلها ولا متوقعها، ده كان مكتوب في الفصل الرابع بالظبط من الكتاب. فخليني احكي لك ازاي الكتاب اللي بيتكلم عن صفقات عقاريه في مانهاتن بقى هو الدليل اللي بيحدد مصير الشرق الاوسط، لا والعالم كله. قبل ما الاحداث تبدا، ترامب كان ادى ايران مهله حوالي 60 يوم علشان توقع على الاتفاق النووي اللي هم كانوا عايزين يعملوه. ايران رفضت. في اليوم ال 61 اسرائيل بدات تضرب، وتلاقي عندك من اول احداث ما بدات لما تلاقي مثلا ترامب انه قال انا مش في المود بتاع التفاوض دلوقتي، تلاقي ان الكلام مش عشوائي، الكلام ده اصلا مكتوب ومعمول بيه من 38 سنة. واحكي لك عن المبادئ اللي موجودة جوه الكتاب واللي بيمشي عليها ترامب بالحرف. في سنة 76 ترامب بيحكي في الكتاب ازاي استحوذ على فندق كومودور، وان هو في البداية طلب سعر مستحيل ان حد يقبله، ولما رفضوا السعر اللي هو عرضه هدد انه يمشي من الصفقة وما يكملش، وفي النهاية خد اللي هو عايزه بأقل من نص السعر المطلوب فيه. وده تقريبا اللي حصل في الصفقة بتاعت الفندق دي، هو اللي بيعمله النهارده مع ايران. طلب صفر التخصيب يورانيوم اللي هو طلب مستحيل، ولما رفضوا خلى اسرائيل تضربهم. اداهم مهله 60 يوم عشان يضغط عليهم وعلشان يجبرهم ان هم يوقعوا الاتفاق. ترامب في كتابنا النهارده بيقدم نفسه كديل ميكر شاطر، بيورينا خطواته واسلوب تفكيره من اول طفولته، معلش يعني استحملني، واستثماراته زي جراند حياه وترامب تاور. الكتاب ده اتنشر لاول مره سنه 87. المفروض ان المؤلف الكتاب هو دونالد ترامب، لاني خليني اقول لك ان اللي كتب الكتاب الحقيقي هو واحد اسمه توني، وده بالمناسبه الكاتب الحقيقي للكتاب، واللي اعترف بعد 30 سنه ان ترامب ما كتبش ولا كلمه من الكتاب ده. وفي تصريح من تصريحاته قال ان هو ده اكبر ندم في حياته. وتوني ساعتها لما كتب الكتاب كان بيكتبه كجوست رايتر. ومن الحاجات الشهيره اللي توني قالها بعد ما كتب الكتاب انه حس انه حاط روج على خنزير، ليبستيك اون بيج. ورغم كده الكتاب كان الاكثر مبيعا لمده 13 اسبوع، باع اكتر من 1,000,000 نسخه، وترامب بيعتبره الكتاب المقدس بتاعه. تعال نروح لافكار الكتاب. اول فكره او اول مبدا هو think big، وهي انك تخليك دايما طموح وبتفكر بشكل كبير. الفكره الثانيه هي الاستفاده من الليفرج. لازم يكون عندك ورقه ضغط او افكار تخلي دايما الطرف الثاني محتاجك. الفكره الثالثه هي push hard او wear them down، التصميم والضغط عشان توصل لاهدافك. والفكره الرابعه المهمه الدعايه القويه، يعني المبالغه والتسويق الضخم عشان يخلي الناس تتكلم عنك. اشهر مقوله في الكتاب اتقالت I like thinking big. If you are going to be thinking anything you might as well think big. وده كان مبدأه في الحياة تقريبا. لو هتطلب حاجة اطلب أكبر حاجة ممكنة، لو هتبني مبنى ابني أعلى مبنى في العالم، لو هتفاوض ابدأ بمطالب مستحيلة. وخلينا ناخد كام مثال من الكتاب اللي اتكلم عنها، إنه بدل ما يبني برج 20 دور بنى 68 دور، بدل ما يطلب قرض مليون كان بيطلب بال100 مليون. ولو خدت ده طبقته على اللي حصل مع إيران، فبدل ما يقول لهم قللوا التخصيب بتاع اليورانيوم قال لهم وقفوا التخصيب بشكل كامل، بدل ما يقول لهم تعاون جزئي طلب استسلام كامل لإيران. خلينا ناخد الفكرة الثانية ألا وهي استخدام الليفرج او ورق الضغط. وهنا هو بيقول لك ان انت تعمل اي حاجه علشان تلاقي ورق الضغط تضغط بيها على المنافس وتخليه دايما محتاجك في اي تفاوض بينك. وفي الكتاب هتلاقيه ان هو كان بيعمل حاجات زي استخدم البنوك ضد بعض، بيستخدم الاعلام دايما لصالحه، التهديد بالانسحاب دايما في نص المفاوضات كورق الضغط، وده حرفيا اللي حصل مع ايران. العقوبات الاقتصاديه عشان يضغط بيها، وجود اسرائيل وانها جاهزه للضرب في اي وقت وفعلا جربت ده، العزله الدوليه انه محدش معاهم. وده ياخدنا للفكره الثالثه المبالغه الصادقه. مفهوم ترامب الاساسي ان هو بيقول كلام كبير مش كذب، بس مبالغ فيه بشكل ممكن يمشي بانصاف الحقائق بس عشان تاثر على الناس. وده مثال في الكتاب زي ان هو قال مثلا ده افضل مبنى في نيويورك، وده مش صحيح. انه عمل انجح صفقه في تاريخ، برضه مبالغه واضحه. وفي تصريحاته مع ايران لما قال ان دي اقوى عقوبه في تاريخ او هينفذ اقوى عقوبه في التاريخ، او ان هو هيعمل دمار العالم كله ما شافوش قبل كده. المشكله هنا يا ابن عمي انه في العقارات المبالغه تعتبر تسويق، انما في السياسه المبالغه ممكن تبدا حرب. الفكره الرابعه وبعتبرها اهم فكره من وجهه نظري هي انك تعرف امتى تمشي. والقاعده الذهبيه اللي ترامب قالها في الكتاب know when to walk away، لازم تكون مستعد تسيب اي صفقه لو مش في صالحك. في الكتاب ذكر ان هو تقريبا مشي من 50 صفقه قبل ما يوافق على صفقه واحده، وده تقريبا حرفيا اللي حصل مع ايران لما قال انا مش في مود التفاوض دلوقتي، او لما هدد لما قال انا ممكن امشي بمفاوضات نهائيا. السؤال المرعب هنا هو انت حضرتك لما تمشي
نمشي مفاوضات نوويه، هتروح فين؟ وفي قصه كده من الكتاب، كان ترامب عايز يشتري فندق اسمه الدورف، وده الفندق الاشهر في نيويورك، ووقتها طلب انه يشتري الفندق ب 50 مليون دولار، مع ان سعر الفندق الحقيقي كان اكتر من 200 مليون دولار. فلما رفضوا العرض بتاعه هددهم ان هو يشتري فندق تاني منافس، وتاني يوم نشر في الجرايد ان هو هيشتري الفندق المنافس. اصحاب الفندق خافوا وقبلوا ان هم يقعدوا معاه علشان يتفاوضوا مره تانيه، ووقتها هو اشترى الفندق ب 95 مليون دولار بدل 200 مليون دولار. وده حرفيا لو انت خدت بالك هتلاقيه هو نفس اللي حصل مع ايران. في الطلبات الاولانيه طلب ان هو يوقف البرنامج النووي بشكل كامل، ولما رفضوا سحب امريكا خالص من الاتفاق النووي، وراح نشر في الاعلام خطط عسكريه ضد ايران. ايران وقتها بدات ترجع للتفاوض مره ثانيه. مشكله برضو هنا يا ابن عمي انه الفندق ده مبنى، انما ايران دي دوله فيها 85 مليون بني ادم. وخليني اقول لك دلوقتي، انت لو عايز تطبق تكتيكات الكتاب في حياتك العاديه ممكن تستخدمها في ان انت تتفاوض على مرتبك في الشغل، تستخدمه في التفاوض وانت بتشتري عربيه او شقه، او في المفاوضات التجاريه البسيطه وانت بتشتري حاجه مثلا. انما اوعى تستخدمها في العلاقات الشخصيه او العائليه وانت بتتعامل مع اصحابك او اي موقف محتاج ثقه طويله المدى. والسبب هنا انه تكتيكات ترامب بتكسب اي صفقه بس تخسر العلاقه معاه. الكتاب ده لو قلنا نوصفه بكلمه واحده فنقدر نقول هو العدوانيه، مش العدوانيه الغبيه بس العدوانيه المحسوبه. كل فصل في الكتاب حرفيا بيعلمك ازاي تكون اكثر قسوه من اللي قدامك. والمقوله المحوريه الحقيقه اللي شايفها من الكتاب ده انه الحياه سلسله من الصفقات، واللي بيكسب هو اللي بيعرف يضغط اكتر. طيب الكتاب هنا مفيد لمين؟ لو انت رائد اعمال عايز تتعلم التفاوض العدواني، او لو انت بتشتغل في المبيعات وعايز تكسب صفقات صعبه عليك، او لو مهتم بشخصيه ترامب وعايز تفهم طريقه تفكيره، او لو انت بتحب قصص النجاح الامريكيه حتى لو مبالغ فيها، او لو انت عايز تفهم السياسه الامريكيه وازاي ترامب بياخد قرارات. طيب الكتاب برضو مش مفيد لمين؟ يعني مين ما يشتريش الكتاب ده او يقراه؟ لو بتدور على منهج علمي للتفاوض ومبني على ابحاث اكاديميه فالكتاب ده مش ليك. لو عايز تتعلم الدبلوماسيه فاكيد برضو الكتاب ده مش ليك. متوقع دليل اخلاقي للاعمال، الكتاب ده مش ليك. عايز تبني علاقات طويله المدى مبنيه على الثقه، الكتاب ده مش ليك. تقييم الكتاب ده على جود ريدز بتقييم اكتر من 100,000 واحد 3.5/5، وتقييمه على امازون باكتر من 18,000 مراجعه 4.6/5. وخليني اقول لك التقييم الاكاديمي لكتاب، فعندك مثلا من هارفارد قالوا عنه انه نموذج كارثي للتفاوض الدولي، وام اي تي قالوا عنه انه تاثيره على عالم الاعمال صفر، وجامعه شيكاغو قالت فيه انه بيفتقد لاي منهج علمي او حتى اطار نظري. دلوقتي تعالى نروح للسعر والقيمه. الكتاب بيتباع تقريبا من 12 دولار ل 20 دولار، وفي منه كمان نسخه صوتيه. لو انت مهتم بمجال الاقناع وتفاوض خليني ارشح لك الاربع كتب دول اللي فيها اسس علميه وفريم وركس تقدر تمشي عليها علشان تتعلم. فعندك مثلا الكلاسيكيه بتاع ديل كارنيجي How to Win Friends and Influence People، وعندك طبعا Getting to Yes، وعندك العبقري بتاع كريستوفر فوس Never Split the Difference، وده الكتاب اللي مبني على خبره حقيقيه من احداث ووقائع حصلت في الاف بي اي. وعندك طبعا الشهير Influence، وده بالمناسبه مبني على ابحاث نفسيه مش مجرد تجارب شخصيه وخلاص. ولو انت عايز تقرا اكتر عن ترامب فعندك كتاب كاتباه مثلا ماري ترامب اللي هي بنت اخوه Too Much and Never Enough، وعندك برضو الكتاب بتاع The Dangerous Case of Donald Trump، وعندك Fire and Fury بتاع مايكل وولف. من وجهة نظري الكتاب The Art of Deal مش مجرد كتاب عن العقارات، ده المفتاح لفهم عقلية أخطر رجل في العالم النهارده، وإنه الكتاب اللي اتكتب عن فنادق وأبراج وصفقات عقارية بقى الدليل اللي بيحدد مصير دول ومصير الحرب كلها. المشكلة مش في الكتاب نفسه، المشكلة إن اللي بيطبقه عنده أكبر ترسانة نووية في العالم النهارده. وما تنساش دايما إن الكتب بتشكل العقول، والعقول هي اللي بتشكل القرارات، والقرارات هي اللي بتحدد مصير البشرية كلها. تخيل، دي حقيقة مرعبة وحقيقية في نفس الوقت. لو عجبك الكتاب ساعدني ان هو يتنشر واكبر عدد ممكن من الناس تشوفه، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لي كنت تعرف الكتاب ده قبل كده ولا لا. سلام.